قارة النور والظلام دارت ما بينهم معارك دمية استمرت لآلاف السنين، والنتيجة كانت واحدة، سحق قارة النور، والفضل كله يرجع للشيوخ الثمانية وعلى رأسهم ملك الظلام. شكله الجميل يخليك تشك ان هو عيل بسكوتاية، ولكن في الحقيقة يا صديقي ممكن يعورك لانه اقوى شخص في التاريخ، واللي في احدى الايام بيكون قاعد بيكتب التقرير الاسبوعي وساعتها بيسمع دوشة من بره، ودوت كان هجوم من قارة النور. فاخته ليلي بتطلع تتعامل معهم، واللي بدون اي مقدمات بتستخدم عليهم سحر التحكم وبتخليهم يقتلوا بعضهم البعض. بس بما ان البطل المرة دي انثى فما بيأثرش فيها، وبتبدأ المعركة ما بينهم، هي هجمة من هنا على هجمة من هنا، والتفوق بيكون لليلي على الرغم اصلا ان هي ما بتقاتلهاش بجدية، بتكون عمالة تستفز في البطلة اللي بالمناسبة اسمها أليس. البنت بتجيب اخرها وبتستخدم قوتها بالكامل، وما هي الا ثواني معدودة كانت جايبة ليلى على الارض وخلاص هتقتلها. الجنود كلهم كانوا في كمية انشكاحهم. أليس بتطلب من الساحر الاعظم ان هي تروح تقتل ميرلين ملك الظلام، لكنه بيرفض وبيقول لها انا اللي هقتله بنفسي، لان في ال 227 مرة اللي جينا فيها علشان نقتلهم كانوا حرفيا بيسحقونا. فجه دورنا اخيرا وبيستدعى حوت عملاق وبيأمروا بناس في قارة الظلام عن بكرة ابيها، وبالفعل الحوت بيشحن قوته وبيهجم عليهم، ولكن في اللحظة ديت ميرلين لوسيفر بيخرج وبيتصدى ليه بكل سهولة، وبعدها بينزل على راس أليس. البنت بتقدر ان هي تخلع بصعوبة، بس سرعان ما بيديها ضربة على دماغها بيطيرها، وهو بيقول فعلا قارة النور مستواهم بقى في الحضيض. فالساحر الاعظم بيقول له خسئت، انا جيت هنا علشان انتقم منك زي ما وعدتك. ها انت مين؟ وبعد شوية تفكير بيفتكروا ايوه انت الكلب اللي فضل يتحايل عليا علشان ما اقتلوش، وفي المقابل هتبعت لي كام جندي العب بيهم. الكلام ده كان زي الصاعقة على الجنود بيواجهوه، فدوت بيتوه الموضوع وفي نفس الوقت بيزود قوة الحوت، وبعد الشحن بالكامل بيهجم عليهم. لكن يا صديقي لا حياة لمن تنادي، لان دوت بحركة واحدة بس من سيفه كانت كفيلة ان هي تقسمه لنصين، وبيكون عمال يتباهى بقوته قد ان هو فاجر. وفجأة بيسمع صوت جاي من القصر، ايوه دوت الاجتماع الاسبوعي للشيوخ. هو اول لما بيعرف ان النهارده اليوم الموعود جتته بتتلبش، فليلي بتقول له طب انت هتعمل ايه مع دول؟ فهو بيقول لها ما تقلقيش، وبضربة واحدة بينسفهم بالكامل. رجع للقصر وبدأ الاجتماع، والشيوخ بيعرفوا ان هو بدون اي فايدة حرفيا لقارة الظلام، فبيقول لهم ازاي ما انا لسه قاتل الجيش بالكامل دلوقتي، فازاي ما بعملش حاجة؟ احنا مش عايزين جثث، احنا عايزين فلوس نرمم بيها القصر اللي انت كل شوية عمال تدمر في امه دوت. بيحاول يبرر، فبيعرفوا ان هو الوحيد اللي بدل ما يصلح بيدمر، وبدأوا يقارنوا انجازاته بانجازاتهم اخر 1000 سنة واللي كان يعتبر ملهاش اي لازمة. فبينفجر فيهم وبيقول لهم ازاي قاعدين فايدة على الرغم ان انا لسه مدمر جيش بالكامل، وكمان انا حميتكم لالاف السنين، ولولاي انا كان زمانكم كلكم ميتين، فايه اللي بيخليكم تقولوا كده؟ دول بقى ولكنهم سمعوه بيعرفوا ان هو دلوقتي مديون لقارة الظلام يا صديقي ب 66 تريليون، ودوت بقى سبب خوفه من التقارير. وبعد صياح كتير جدا الاجتماع بينتهي، وبيقول بس كفايه لحد كده، انا لازم اسيب كل حاجه ورا ظهري. وبينما هو بيحاول يهرب اخته بتظهر من وراه حرفيا بترعبه، ولولا ان هو ادرك ان ديت ليلي كان زمانه قتلها. هي بتكون فاكره ان هو بيلعب فحبت تنضم ليه، فقام دوت قال لها عالم الشياطين بقى صغير جدا بالنسبه لي، ولذلك جه الوقت اللي انا استكشف فيه العالم الخارجي، او بمعنى اخر انا هسيب عالم الشياطين علشان الشيوخ يدركوا قيمتي بعدين. فاخته هنا على طول بتدرك ان هم اصلا طردوه، بس هو حب يفنخها في حق نفسه، فبيبرر بسبب اللعنه اللي عليه، وبيقول انا لازم انقتل خصوم اقوياء علشان ما اموتش. فليلي بتعيط وبتقول له انا عارفه بخصوص اللعنه اللي عليك، بس انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه غير القتال، وما بيكونش عايز تسيبه، فهو بيصارحها وبيقول لها انا مديون ب 66 تريليون. فهي بتقول له يلا سلام، ما ترجعش تاني غير لما تسد ديونك. اي نعم انت قوي جدا، ولكن انت غبي بطريقه ليست بطبيعيه ابدا. وبتتجه لساحه المعركه. أليس اول لما بتشوفها بتعمل نفسها ميته، لكن ليلي اصلا لاحظت ان هي بتتظاهر بالموت، ولذلك بتخوفها وبتقول انا لازم ناخد الوش الجميل دوت واحوله لتمثال، وبتستدعي سلاح التحجير وبتهجم عليها، لكن دي بتتفاداها وبتقول لها انت عايزه تعملي فيا كده، فبتعرفها ان هي ما بتحبش تضيع اي حاجه ثمينه زيها، وبتستخدم قوتها اللي بدورها. أليس بتعمل نفس الكلام وبتنقض عليها، لكن ليلي بتتصدى ليها بكل سهوله، والبنت بتكون في حاله صدمه ولذلك بتهرب من المكان، لكن ديت مش هتسيبها وبتستدعي 2 من الوحوش وبتخليهم يتتبعوها. الخرنج بقى في تلك الاثناء بيكون واقف على الشط ومش لاقي سفينه توديه لعالم البشر، ودوت لانه دمر السفينه اللي جت بيه مدينه النور وهو بيقاتلهم، فبيتخيل هيوصل هناك ازاي. بس موضوع السباحه دوت مضايقه جدا لانه بيكره الميه. نرجع تاني لأليس اللي بتكون بتهرب من الذئاب، بتحاول تهجم عليهم بقوتها ولكن بدون اي فائده ترجى، وفي لحظتها بتتذكر معلمتها لما قالت لها انت فعلا قويه يا أليس، لكن مش بالقوه الكافيه اللي تخليكي تواجهي اي عدو. هي بتكون فاكره ان هي بتضحك عليها علشان ما تختارش بنفسها وكده، ولذلك بتسمع من اليمين بتخرج من الشمال، وبتفضل بقى تفكر في فارس احلامها اللي هي هتقع في حبه. نرجع بقى للواقع، وهي بتقدر ان هي تقتل الاثنين او دوت اللي هي كانت فاكراه، ولكن وفجاه ما حدش منهم بيموت وقوتهم بتزيد بطريقه ليست طبيعيه. بيهجموا عليها وأليس المره دي مش عارفه تعمل معاهم اي حاجه. في النهايه يا معلمتي انت كان معاكي حق، البنت وقع على الارض وعماله تعيط، والذئاب بيكونوا خلاص هيخلصوا عليها، ولكن انت فاكر ان دوت هيحصل؟ لا والله، صاحبنا بيتدخل وهالته بس كانت كفيله ان هي تحول الذئاب ديت لكلاب صغيره، وطبعا هو ما انقذهاش لجمال عيونها، لا
لا ده قرر ان هو يخليها عبد، وعمل احدى القوارب وقال لها يلا جدفي ايتها العبد عديمه الفايده. فبترفض بسبب كبريائها لانها اقوى واحده في جنس البشر، فما ينفعش ان هي تكون عبيده عند حد. وبدا يبقى ترسم مخيل في دماغها لايه قدرت ان هي تهزم ميرلين، وبالتالي كده جنس البشر كله هيحتفل بيها، وبكده هي هتحصل على حبها. فبتقوم بس انت بتعمل ايه دوت بيتصدى ليكي بمجرد صباعه وبيقول لها يلا خلصي عايزين نوصل في اسرع وقت ممكن، وغصب عنها بتشتغل يومين كاملين من غير اي راحه. ولما بتطلب منه ان هو يساعدها بيكون مشغول لانه عمال يطبخ. ولما بيلاحظ ان هي وقفت بيرخم عليها وبيقول لها بجد انت اكتر واحده عديمه الفايده انا قابلتها في حياتي. ولما بيلاحظ ان هو زودها زياده عن اللزوم بيقرر ان هو ياكلها، ودوت لو اشتغلت من غير اي تذمر. لكن ديت طبعا فخرها اللي بقى عامل زي السروال المستعمل بيدوس عليها، وبتقول لا انا ما ينفعش اكل من ايد شيطان، بس بطنها بتفضحها فبتقرر ان هي تاكل. سروال مستعمل يعني. وبسبب ريحه الاكل الجميله الوحوش بتنجذب ليهم، لكن صورة عم ميرلين بيتعامل معاهم بهالته بس، وبيفضل يتفخر بقوته. فهي بتقول له ما تنفخاش في حق نفسك او كده، دول مجرد كروش ما لهمش اي لازمه. وبتعرفوا كمان ان هو بسبب اللي هو عمله دوت ملك البحر هينجذب ليهم. اكيد انت دلوقتي هتسالني ازاي احنا بنوصل لكم وبنعدي البحر من غير ما يحصل لنا اي حاجه. دوت راجع لان احنا بندهن على السفينه وجسمنا براز التنين الاسطوري، وبكده هو ما بيحسش بينا. علشان كده ريحتكم بتكون معفنه في كل مره بتيجوا تهجموا علينا فيها. فبتعمل سكيب للجمله ديت وبتعرفوا ان التنين الفتره ديت مختفي واحنا مش عارفين هو فين. فبيقول لها لو انت قصدك على بوجي فانا روضته من بدري. هي اول لما بتشوفه كده بيجيلها جلطه في دماغها، ده اللي هو انت ازاي كده يا عم. ميرلين بيقول طالما ان البراز بتاعه نادر يبقى اكيد غالي جدا، يبقى انا بسبب كده هجمع ثروه طائله. لكن بما ان مفيش اي حاجه بالسهوله ديت الميداليه بتقع منه اللي هو محبوس فيها، وبما انه مكسل ان هو ينزل ياخدها بيطنش الموضوع. وساعتها بيلاحظ ان كل الاسماك اللي حوالينهم اختفوا. ايوه ده بسبب ملك البحر اللي بيظهر. الخرنج بطلنا بيقول انا عايزك تبقى العبد بتاعه وتوصلني دلوقتي ليابسه البشر، فبيرفض فبيقتله بدون اي تردد. أليس في اللحظه ديت ايقنت ان فعلا ان الشخص دوت ممكن يكون الاقوى في العالم. المهم لما بيحل الليل بيكون وصلوا اخيرا لليابسه، وقبل ما يسيبها ويمشي بيكون عايز ياخد منها الدرع اللي هي لابساه لانه ممكن يتباع بفلوس كتيره جدا. بتكون رافضه فبياخدوا منها بالقوه وبيقول لها يلا سلام يا عديمه الفايده. وأليس عماله تصيح وبيتم استدعائها في المحكمه وبيتهموها ان هي السبب في قتل كل الجنود، وبالتالي هيجردوها من منصبها، وكمان بيفرضوا عليها غرامه 50 مليون عمله ذهبيه، ودوت لانها سابت ملك الشياطين ياخد منها الدرع بتاع الابطال. بتحاول تدافع عن نفسها بس خلاص تم تنفيذ الحكم. وبعد سنه من كل دوت بنشوفها وهي بتهجم على مجموعه من القراصنه لانها دلوقتي بقت واحده من المغامرين. بتحرر الرهينه اللي هم خاطفينها وبتجمد القائد لسه بيكون هتخلص عليه، ولكن النائب بيتصدى ليها. أليس ما بتستسلمش وبتقوم وبتحاول تهجم عليهم، لكن دول اصلا بيضحكوا عليها وبيقولوا لها انت بطله من الرتبه المتدنيه واحنا من الزعامه، يعني ما قدامكيش اي فرصه قدامنا. وهم عمالين يتفخروا بقوتهم كده في نيزك بينزل عليهم. ودوت مين؟ ايوه بطلنا ميرلين اللي بيهجم هجمه كانت كفيله ان هي تقتلهم وتدمر السفينه وتدمر السفن بتاعت التعزيزات اللي كانت جايه تنقذ الرهينه. أليس ما بيكونش شايفه وشه بس خلاص وقعت في مستنقع الحب وقالت هو دوت اللي انا هتجوزه خلاص. بتروح علشان تهزر معاه او بمعنى ادق ان هي تشوف وشه، ولكن دوت بيسيبها وبيمشي. وبنعرف من الصحفيه ديت ان المملكه محتبره ميرلين واحد من المجرمين المطلوبين، وبما انهم مش عارفين اسمه اطلقوا عليه شبح الليل. لكن أليس بتدافع عنه لانها شايفاه بطل خارق ومش عارف ايش. بترجع للبيت وبتبدا تعد في الفلوس اللي هي جمعتها وهم 11 مليون عمله ذهبيه. بتكون مبسوطه لكن سرعان عامه بتدرك ان هي لسه عليها 39 مليون عمله، فبتتضايق جدا لان دلوقتي مطلوب منها ان هي تسد دين ملهاش اي علاقه بيه، ودوت بسبب ميرلين. بتهدي نفسها وبتبص على المهمه اللي مطلوبه منها عن شخص عمال يغش في الاكل والشراب. واول لما بتدقق في الوش بتلاحظ ان هو شبه ميرلين جدا، بس بتقول لا اكيد مش هيجي ملك الشياطين لعالم البشر علشان يعمل حاجات تافهه زي ديت. ما بتفكرش في الموضوع كتير وبتتحرك لتنفيذ المهمه. ميرلين بقى وهو في تلك الاثناء بيقول انا بقالي سنه في عالم البشر وما احتجتش مساعده من اي حد، وكمان دلوقتي انا بقيت مطلوب يعني مشهور، وساعتها بطنه بتوجعه. ايوه جعان. انا كنت فاكر لما اخد الدرع من البطله ديت اللي مش فاكر اسمها ايه هيكون معايا فلوس كتيره جدا، لكن اتضح ان انا مش لاقي اكل. ساعتها بيلاحظ احدى القريات الصغيره فبيقرر ان هو يروح لهناك لعله وعسى حد يحن عليه وياكله، لكن قبلها بيطلع عليه الحراميه دول بيكونوا عايزين يقلبوه، فما يقول لهم ما تتعبوش نفسكم انا مش في جيبي فلس واحد. فبيقرروا ان هم يفتشوه، لو عاند هيستخدموا القوه عليه. بس انتوا بتعملوا ايه؟ ده اغبى قرار انتوا خدتوه في حياتكم، لان اول لما بيعرف ان هو هيتفتش بيسحب السيف بتاعه بوم بيقسم الجبل اللي وراهم لنصين وبيكون قتل الاول. وبيتضح بقى ان ميرلين عمل كده لانهم اصلا مش بشر، دول غيلان. بيسيب التاني يهرب. اللي بيوصل عند الزعيم بتاعه بيعرفوا ان في بشري قتل واحد من شعبهم، وبكده هم كسروا معاهده السلام اللي ما بينهم. وطبعا كل ده تخطيط الزعيم علشان يقتلوا البشر بدون اي قيود، يعني اكن البشر هم المذنبين وبيد الامر اقتلوا اي انسان يقف قدامكم. نرجع تاني لميرلين اللي بيكون بعت له اخته برقيه بيعرف ان هو عايش حياه جامده من الاخر، لكن هي اصلا فاساه وعارفه ان هو عايش في خرابه، لدرجه ان هو بيحاول يهرب علشان ما يدفعش حق الاوضه اللي هو مأجرها. لكن صاحب اللوكان ده بيمسكه قبل ما يزوغ وبيعرف ان دوت هو المجرم اللي مطلوب، وبسبب صوته العالي القريه كلها بتحوطه بيحاولوا يمسكوا
يمسكوه لكنهم ما بيعرفوش. وهو ماشي كده بيتفاجئ بعيل صغير اسمه هنري، هو على طول بياخد وضعيه القتال، لكن قبل ما يفصل راسه عن جسده بيعرف ان دوت عيل صغير. وبما ان ميرلين صوته مسمع في الدنيا كلها، فالواد الصغير ده بيقول له انا عارفك انت الفاشل اللي مش لاقي اي شغلانه تلمه. طبعا بيكون عايز يقتله ولكن بيخليه يعيط بس. أليس بقى وعلى الجانب الاخر بتكون وصلت هي وشويه مغامرين للقريه اللي فيها صاحبنا. هم بيكونوا مبسوطين لانهم معاهم واحده من الابطال، لكن دي بتعرفهم ان هي كانت سابقا، ولما بيسالوها عن السبب هي لسه بتكون هتشرح لهم. فبتسمع شخص بيبيع احدى الكتب، وقصه الكتاب باختصار بتدور عن السادي والمازوخيه اللي هم ميرلين وأليس. والقصه بتكون واكله مع الناس جدا لان في اقل من سنه باع منها اكتر من 5 مليون نسخه. وبكده تم تاكيد الجلطه رسميا. بتحاول ما تديش للموضوع اي اهميه وبتقول انا لازم اجيب الكلب دوت. قبل ما توصلوا نسبقها احنا بقى ونروح له هناك، اللي بيكون بياكل في احدى الحمام. بعد ما بيخلص بيحاول يزوغ، لكن صاحبه المحل بتمسكه وبتقول له الحمام ورا. فهو بيقول لها لو عندك وظيفه ينفع تشغليني؟ فبتساله بتعرف تعمل ايه؟ فبيفضل ينفخ ويزرد في حق نفسه انا بعرف اعمل كل حاجه. فبتقول له من غير رغي كتير يلا اطلع وريني هتعمل ايه. فبيمسك المايك وبيغني والكل بينبهر بصوته، وبكده تم اثبات جدارته. فبتقرر ان هي توظفه، ولما بتعرفوا ان هي هتدي له عمله ذهبيه كل يوم بينبسط جدا. بتكمل كلامها وبتقول له لو انت اشتغلت بالليل وحاولت تغري النساء والكلام الفاصل دوت عمولتك هتزيد. فبينبسط اكتر. وفجاه بيخش عليهم هنري، وبنعرف بقى ان هو ابن صاحبه الحانه. ميرلين بيحاول يلطف الاجواء ما بينهم لان اول لقاء ما بينهم كان زي الزفت، وبيقول له علشان ما تزعلش مني انا هعلمك احدى التقنيات القويه. فده بيقول له يا عم ده انت من رتبه الزعامه يعني ضعيف جدا، والوحيد اللي يقدر ان هو يعلمني احدى التقنيات المقدسه هو شبح الليل لانه قوي بطريقه ليست بطبيعيه. فده بيقول له على فكره انا شبح الليل، فما بيصدقوش. في نفس الوقت دوت الجوبلين بيكونوا اتحركوا ووصلوا عند احدى القريات الصغيره وبيبداوا يدمروا فيها. المغامرين بيوصلوا بيحاولوا ان هم يعملوا معاهم اي حاجه ولكن بدون اي فائده ترجى. نرجع تاني لميرلين اللي بيكون شغال، ولما حد بيطلب منه ان هو يجيب له اي حاجه بيرميها له في وشه، لكن الامر بيختلف 180 درجه لما انثى بتطلب منه بيتحول لخروف حرفيا. ونقدر نقول كده ان هو وقع حريم القريه كلها في حبه. وبعد ما بيخلص نمرته صاحبه الحانه بتقول له على فكره لا انت جامد جدا، فاقل من شهر بس زادت مبيعاتنا اكتر من 5 مرات، وبتكون مبسوطه جدا منه. هنري بيخش عليهم وبيلاحظ كده ان تقريبا الاثنين بيحبوا بعض، ودوت اللي بيستفزه جدا لانه شاكك ان هم ممكن تسيبه. وعلشان كده بيفضل يشتم في ميرلين وبيقول له انت فعلا حساله لانك عايز تستغل امه وتشفط كل الفلوس اللي معاها، لكن خليك عارف ان انا مش هسمح بحاجه زي كده. وبيسيبهم وبيمشي وهو متعصب جدا وبيفضل يطلع غله بقى في الشجره ديت. وأليس لغايه دلوقتي ما بيكونش نفذت المهمه لانها مش لاقيه المخلوق اللي المطلوب منها دوت فين. وهي ماشيه كده بتسمع هنري وهو عمال يلعن في ملامح ميرلين، هي على طول بيجذبها الكلام وبتروح له وبتساله عن الشخص دوت، لكنه بيقول لها انا ما اعرفوش، اللي انا اعرفه شكله احلى من دوت 100 مره وكمان مستغل لانه بيشفط فلوس الحريم ودوت بسبب شكله الجميل. وفجاه كل رجال القريه بيجوا عند أليس وبيقولوا لها انت لو قتلتي ميرلين هنديكي مكافاه ماليه. طبعا دي بدون اي تردد بتقبل المهمه وما بتضيعش اي وقت وبتخش للحانه، وصاحبنا بيكون بيعمل نمرته. هي اول لما بتدقق في وشه بتعرف ان دوت المطلوب منها، فبتطلع على المسرح، واول لما بتقرب منه بتعرف ان دوت ميرلين وهو بيعرف ان ديت أليس. البنت بتحاول تقتله ولكن دوت بيتفادى كل هجماتها وبتقول له على فكره من ساعه لما انا قابلتك وحياتي بقت تعيسه جدا، انت ايه اللي خلاك تعمل فيا كده؟ الستات اللي موجوده اول لما سمعوا الكلام دوت يفتكروا واحد شمال فخدوا بعضهم ومشوا. بعدها على طول أليس بتطلب منه ان هو يرجع لها الدرع، فهو بيقول لها للاسف انا بعته. فمخها بيامرها ان هي تقتله، فهو بيقول لها ما تنسيش ان انا اقوى منك بكتير يعني مش هتعرفي تعملي معايا اي حاجه. فبتدرك الحياه المره وبتفضل تندب لان بسببه هو دلوقتي مديونه ب50 مليون. هو بقى على عكسها تماما بيكون مبسوط لان بعد سنه واحده بس من التطفل في عالم البشر قرب ان هو يسد الدين اللي عليه. وبما انه عايز يرجع بسرعه لقاره الظلام بيقول لها طالما انك مغامره انا عايزك توصي عليا علشان اكون واحد انا كمان من المغامرين واقدر اسد ديني، لكنها بترفض رفض تام. نروح بقى للجوبلين اللي بيكونوا هجموا على القريه اللي فيها صاحبنا ودوت بسبب المغامر ده اللي خدعوه وقالوا له انك لو دخلتنا احدى القريات الصغيره بصفتك مغامر هنطلق سراح خطيبتك. ولما بينفذ اتفاقه بيغدروا بيه. الجوبلين بيكونوا رسميا حصروا القريه بالكامل، وفي 2 منهم بيكونوا وصلوا عند ميرلين لكن دوت سرعه ما بينفضهم. ساعتها صاحبه الحانه بتعرف ان ابنها لغايه دلوقتي لسه بره، لذلك بتطلع تدور عليه زي المجنونه، واي حد بيظهر قدامها بتساله عليه ولكن مفيش اي فايده. وبعد تدوير كتير جدا بتلمحه بتكون مبسوطه لكن سرعه ما بتتضايق لان الجوبلين اصلا بيكونوا جايين، فبتعمل نفسها طعم علشان ابنها يهرب. هو دوت بقى قلب الام الجميل. نرجع تاني لميرلين، في 3 بيخشوا عليه لكن المره دي بيتعامل معاهم بالمقشه، فبيسحب سيفه وبيقول انا لازم اتحرك. بيوصل لنص المدينه، في 2 بيهجموا عليه فبيخلص عليهم وهو لسه ما كلش مسطو، واللي بيلمحوا حرفيا بيشلحوا وبيمرجحوا. أليس بتيجي لحد عنده وبتقول له ايوه انا اكتشفت خطتك وهي انك متعاون مع الجوبلين دول علشان يدمروا القريه وبكده انت هتقدر انك تسيطر عليها. فهو بيقول لها انت مخك في حاجه، انا لو عايز ادمر القريه بالعالم كله لوحدي محدش هيقدر ان هو يقف قدامي. كلامه كان منطقي جدا جدا بالنسبه لها، وبتقول له خلاص طالما انك مالكش اي علاقه بالجوبلين دول انضم لي علشان نخلص عليهم.
لهم. بيكون رافض، فاليس بتقول له انا هوصي عليك علشان تكون مغامر. فبيقول لها لو انا بقيت مغامر هل هاخد 10,000 عمله ذهبيه في كل مهمه اخلصها؟ فبتقول له اكيد لا، كل مهمه بتتحسب حسب تصنيفها. فبيقول لها مش مهتم، يلا سلام. بتكون متضايقه جدا بس ما قدامهاش اي خير تاني غير ان هي اللي تتعامل معاهم لوحدها، وبالفعل بتعمل كده وبتستخدم قوتها وبتقتل اول 2 في 4 بيبختوها، ولكن دي بتقدر ان هي تتعامل معاهم بكل سهوله، واللي في نطاقها بتجمده. في واحد بيهجم عليها بالنار فبتتصدى ليه وبتروح تقتله، واخيرا بتوصل عند زعيمه العفاريت اللي بتقول لها خد الباقي من اراضيشك وامشي من القريه يا اما راسك هتكون في ايديا. فبترد عليها وبتقول لها هات اللي عندك، وبتدي امر بالهجوم عليها. بيعملوا كده فعلا بس دي بتقتلهم بكل سهوله. وفجاه في واحد من الجبلين الصغيرين بيترمي قدام الزعيمه، وهنا هي بتيقن الكارثه الكبرى. واحد في صف البشر قوته ليس بعديه ابدا، لذلك بتدي الاشاره لاتباعها ان هم يهربوا. وعند الكرويين واحد كده بيجي لهم وبيقول لهم انا اللي هكون الحارس الجديد على البوابه. الناس بتوافق عليه وبيقولوا له يلا ديت اول مهمه ليك، روح انقذ الباقي من عيلتنا. فبيقول لهم للاسف اكيد ماتوا، فما فيش اي فايده من وجودي هناك. وبعد شويه اليس وصلت بالمغامر اللي طلب من الحراس ان هم يفتحوا البوابه، ودخل الجوبلين جوه. واول جمله بيقولها لهم عيلتكم لغايه دلوقتي لسه عايشه لانهم ما اتقتلوش، هم دلوقتي في كهف الغيلان، فلو عايزين ننقذهم يلا بينا نتحرك دلوقتي. واحد من الكرويين قال له انت كذاب، انت اكيد متعاون مع الغيلان. فاليس بتدافع عنه وبتعرفهم الغيلان عملت ايه معاه، وزي ما هو قال لو احنا عايزين ننقذ اللي اتخطفوا يلا بينا نتحرك دلوقتي. اهل القريه بيسالوا سؤال بديهي هو انت مين؟ فهي بتعرف في نفسها. طبعا ما حدش بيرضى يروح معاها لان سمعتها اصلا سابقاها الا هنري الواد الصغير اللي بيصرخ في اهل القريه وبيقول لهم انتوا جبناء، انا جاي معاك يا اليس. وبيروح للحانه وبيسحب سيف ابوه، لسه بيكون هيخرج ولكن بيتحصر من الجوبلين دول وخلاص شكلها هي ديت النهايه. ولكن ميرلين بيتدخل على اخر اللحظه وبيقتلهم وبيقول له يلا انت عجبتني لذلك انا هروح انقذ امك. وبيفتكر بقى لما خاطر بحياته علشان ينقذ اخته، وبيسحب سيفه وبيقول ديت اول مره استخدمه لانقاذ البشر مش العكس. بس سرعان ما بيعرف ان هو اصلا مش عارف مكان عرين الجوبلين. بيسمع شويه كرويين عارفين المكان، بيروح لهم وبيقول لهم انا هكون القائد، لكن دول اصلا ما بيكونوش واثقين فيه او بمعنى ادق هم كارهينه لان خطف كل نسوانهم. في نفس الوقت دوت اليس بتكون اتسللت لعرين الجوبلين، وجايه قائده العمليه اللي فاتت راحت لزعيم القريه وقالت له انا اختطفت شويه من البشر علشان نتغذى عليهم، بس على فكره وانا هناك قابلت 2 من البشر قويين بطريقه ليست بعاديه. اي نعم انا كان في ايدي اقتلهم بس قلت لا خليهم يجوا لغايه هنا علشان يسلونا، وهم دلوقتي بلعوا الطعم وانا هخرج لهم. وبالفعل اهل القريه بيكونوا وصلوا لغايه عندهم ومعاهم ميرلين، وبيكونوا خايفين يتحركوا تماما، ودوت بسبب الحاجز اللي جاي حطاه واللي هيعدي حرفيا في غمضه عين هيتحول لغبار. بس طالما ان هم معاهم ميرلين فما فيش حد لازم يقلق لانه بيخش جوه الحاجز وما بيكونش حاسس باي حراره تماما. وفي ثانيه الا ثانيه بيكون يتسلل وظهر وراها. هي بتساله انت مين؟ فهو ما بيرضاش يعرف عن نفسه، وبقوته لوحدها بيخضعهم كلهم وبيقول للجي انا مش عايز اقتلك، سلمي لي زعيمه الحانه وخلاص. فهي طبعا بترفض رفض تام وبتستخدم قوتها وبتهجم عليه لان دوت بيتصدى ليها بكل سهوله. البنت بتتضايق وبتستخدم قوتها الكامله في الهجوم دوت، لكن اللي بيحصل اولاني ما بيحصلش تاني لان المره دي بيهزمهم كلهم بعطسه. يخرب بيت قوتها يا جدع. جيا ما بيكونش ماتت وبتفضل تترجاها علشان ما يقتلهاش. هو بيسمع الكلام بس قبلها بيديها ضربه بصباعه وبيلزقها في الحيطه. ساعتها اهل القريه كلهم كانوا مبسوطين وقالوا طالما اللي احنا معانا ميرلين يبقى احنا كده منتصرين بدون اي شك، وبيكملوا في طريقهم. اليس بقى في تلك الاثناء بتكون وصلت عند الرهاين وبتقتل الحراس وبتحررهم، ولكن بسبب الدوشه اللي حصلت في 2 من الجوبلين بيحاصروها، فبتطلب من المغامره ان هي تخرج المواطنين، فبتوافق وبيبداوا ان هم يتحركوا. الجوبلين بيكونوا عايزين يوقفوهم بس دي بتعمل معاهم الجلاشه، وفجاه بتسمع صوت مرعب وفخم في نفس الوقت اللي بيقول لها هو انت فاكره انك هتقدر انك تتعاملي معانا لوحدك ولا ايه؟ هي بتحاول تتتبع الصوت دوت بس بدون اي فائده ترجع. في الاخر بيظهر لها ودوت كان زعيم الجوبلين اللي بيقوم من على العرش ويا دوب بيلوح بعصايته، كانت كفيله ان هي تخلي اصلا اليس تبقى مرعوبه. وبسرعه البرق بيكون جنبها البنت بتتدرك الامر، بتحاول تتصدى ليه ولكن دوت بيديها ضربه بيطيرها. البنت بتحاول تعدل نفسها لقيته واقف قدامها وبيقول لها انت في اعداد الموتى، على الرغم ان هي عارفه ان هي هتموت بس بتقاوم. هو بيقول لها انا كنت عايز اقتلك موته رحيمه بس بكده هتخليني اعذبك قبل ما اقتلك. فدي بتتضايق وبتقول انا معلمتي قالت لي ما تستخفيش بخصمك وانا مش هعمل كده معاك، وبتفعل قوتها بالكامل وبتنقض عليه، لكن هجومها دوت ما اثرش فيه ولا عمل له اي خدش. وفي الاخر بيديها حضن بيكسر اغلبيه عظمها وبيقول
ايوه هو دوت الصوت، صوت التعذيب ببطء هو اللي بيمزكني. البنت بتستغل تشتت بتعذيبها وبتقدر ان هي تحرر نفسها، وبتفعل احصار التلج وبضربه عنكبوتيه كده بتقدر ان هي تجيبه على الارض. بتكون فاكره ان هي كده خلصت عليه، ولكن دوت بيخرج وبيقول لها على فكره التدليك اللي انت عملته لي دوت كان جميل جدا. وفجاه الجرح اللي هي سببته له بيخف، لا وكمان جسمه كله بيتحول لكتله عضلات، وعلى طول بيديها بنيه بتمزقها بمعنى الكلمه. لسه بتكون هتقوم ولكن دوت بيظهر من وراها وبيمسكها من دماغها وبيقول الوش الجميل دوت ما ينفعش اقتله بسرعه. البنت بتحاول تقاوم ولكن سحرها خلاص نفذ. ميرلين بقى وفي نفس الوقت دوت بيكون عمال يدور على صاحبه الحانه بس مش لاقيها، وساعتها بيسمع صوت سويت فبيتتبع الصوت، وهناك بيلاقيها هي والبقيه بس بيطردوا من الجوبلين دول. هي اول لما بتشوفه تمسك ميرلين وبتفتح سبرنت، فاكره ضعيف بس دوت اصلا بيحطهم كلهم في رغيف، ودوت اللي بيسيبهم في حاله صدمه. ده اللي هو انت ازاي كده؟ واول لما بيتاكدوا ان هو قوي بيطلبوا منه ان هو يروح ينقذ اليس لانها هي السبب اصلا في تحريرهم. هو الشيطان بيظهر له شيطان وبيقول له بص البطله ديت ملهاش اي فايده فسيبها تموت احسن. بس شيطان الخير اللي جواه بيظهر وبيقول له احنا محتاجين البنت ديت علشان توصي عليك وبكده انت هتنضم للنقابه. بيكون متردد مش عارف يعمل ايه، فصاحبه الحانه عارفه ان هو كلب فلوس فبتقول له لو انقذتها انا هديك 3 اضعاف اللي انت كنت بتاخده مني في اليوم. ما بيكونش عايز يروح برضه، فالمغامره بتعرفوا ان اوضه الزعيم مليانه فلوس ملهاش اول من اخر، كفيله ان هي تعيشك ملك لبقيه حياتك. طبعا بما انه مديون عينيه بتلمع وبيفتح سبرنت على هناك وبيدخل عليهم دخول خطير كله ضربان وصواريخ. الزعيم بيكون فاكره عيل توت فبيقرر ان هو يخلص على اليس بسرعه علشان يستمتع بتعذيب ميرلين، لكن دوت اصلا ما بيكونش معاه وبيقول ايه الجمال دوت كل دي فلوس، ده انا فعلا هقدر ان انا اسد كل ديوني. ودوت اللي بيستفز زعيم الجوبلين لانه بيتجاهله ولكنه موجود، فبيتجهز بقى علشان يخلص عليه. لسه بيكون هيتحرك ولكن دوت ما ادركش ان ايديه اتقطعت من مكانها وميرلين خد اليس. البنت بتستعيد وعيها وبتساله عن اهل القريه، ودوت اللي بيصدمه جدا لانها اصلا مش فاضيه يخليها تقلق على الغير، بس بيطمنها. زعيم الجوبلين عمال يصرخ وبيقول ايديا هو دوت اللي انت مستنيني اقوله صح بس دوت مش هيحصل، وبيجدد ايديه وبيقول له انا حاسس بيك دلوقتي، انت عايز تعملها على نفسك لانك خايف من قوتي. فبيقول له اعملها على نفسي ايه ده انت بتفكرني باختي الصغيره بس هي احلى منك تشيليار مره. وبيفضل يستفزه بالكلام، فدوت بيستدعي عصايته وبيفضل يهجم عليه لكن بدون اي فايده لانه بيتصدى لكل هجماته من غير ما يتحرك. فزعيم الجوبلين بيقول له خلاص انت جبت اخرك معايا، والمره دي بجد بيستخدم كل قوته والعصايه اللي معاه بتكبر يجي بتاع حوالي الضعفين. بس انت فاكر ان دوت هيفرق مع ميرلين؟ لا والله دوت اصلا عمال يفكر في المكافاه اللي هياخدها بعد ما يقتله، ده غير الكنوز يعني. الزعيم بيكون خلص شحن طاقه وبينقض عليه لكن كما هو متوقع مفيش اي فايده. الزعيم في اللحظه ديت ايقن ان دوت ملك الشياطين ميرلين خطيئه الكبرياء، بس خلاص انت ادركت الحقيقه ديت بعد فوت الاوان لان دوت بيسحب سيفه وبوم بينسفه من الوجود. وعينيه بتلمع يا معلم وبيقول خلاص حياه الفقر ديت انا مش هرجع لها تاني. ليه؟ لان انا بقيت خلاص ملياردير. وبيكون رايح يلم الكنوز بس السرعان ما الجبل بيبدا ان هو يتهد، ودوت بسبب قوه هجومه. وبكده قدامه خيارتين، يا اما ينقذ اليس يا اما ياخد الفلوس، فبيختار الخيار الاولى وبيقدر ان هو يخرج بيها. الكل طبعا بيفضل يحيي فيه وبيقول له انت جامد انت فاجر انت طرش، لكن دوت اصلا بيكون عمال يعيط وبيقول انا هستفيد ايه لما تبجلوني، انا عايز فلوس. وبما ان عارين الجوبلين خلاص اتدمر كده ما قداموش غير اليس، بياخدها معاه وبيبدا ان هو يعالجها، ودوت مش علشان حلاوه عيونها، كل ما في الموضوع بس ان هو عايز توصيه علشان يخش نقابه المغامرين وهي امله الوحيد. وفي صباح اليوم التالي اليس بتفوق وما بتكونش مصدقه ان هي لسه عايشه. المغامرين اصدقائها بيخشوا عليها وبيعرفوها كل حاجه ميرلين عملها علشان ينقذها، لدرجه ان هو ضحى بكنوزه، وبيكونوا بيلمحوا اكن في شراره حب ما بينهم، ولكن دي بتكون امير شراره لانها اصلا مش طايقاه. نروح له بقى اللي بيشوف لقاء بيلا مع الحارس اللي كان عايز يكون حارس على القريه، هو عمال ينفخ في نفسه ليه هو اللي هزم زعيم الجوبلين، لكن اول لما بيشوف ميرلين بيتقلب قطه بلدي. بعد ما بيطفش بيروح يطمن على اليس، هي اول لما بتشوفه بتهجم عليه فبيتفاداها وبتساله على طول انت ايه اللي عملته فيا، فهو بيقول لها انا عالجتك لا اكتر ولا اقل. البنت بتقتنع لانها اول لما صحيت اصلا ما لقيتش فيها اي حاجه غريبه غير ان هي اتعالجت، فبتشكره. هو بيقول لها انا استفيد ايه بشكرك دوت كل الفلوس اللي انا كنت هاخدها ضاعت، انا عايز فلوس. فهي بتقول له علشان ما اكونش مديونه لك انا هتوصلك علشان تكون احدى المغامرين. وبكده صاحبنا استقل من شغله. قبل ما يمشي بيقول لهنري خلي بالك من امك لان انا دلوقتي ما بقتش موجود، فبيقول له لا تقلق كله تحت الكنتريلا. نائر ونير بقى هما الاثنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض طول الطريق. نسيبهم بقى يوصلوا لنقابه المغامرين براحتهم ونروح عند جيا نائبه زعيم الجوبلين اللي ما بتكونش ماتت، هي وكم واحد كده، وبيكونوا بيخططوا ان هم يغزوا احدى الكرات الصغيره ويسيطروا عليها. لكن قبلها البنت دي بتظهر في المكان وبتقول انا حصلت على المفتاح الثالث للفيلك الجحيمي
تاني، وللحفاظ على السر انتوا لازم تموتوا، وبالفعل بتعمل كده. نرجع تاني لاصدقائنا اللي بيكونوا وصلوا لمقر النقابه، وصاحبنا بيكون في كميه انشكاحه ودايركت حرفيا على المهام، لكن امله بيخيب لانهم كلهم تافهين، لا وكمان فلوسهم قليله جدا. فاليس بتعرفوا ان مش كل المهام تافهه، وكمان مش كل مهمه ليها نفس الفلوس، لكن قبل ما ياخدوا اي مهام لازم يسجل نفسه كعضو في النقابه. في وقتها بتظهر موظفه الاستقبال وبتفضل ترخم على اليس، وصاحبنا هو كمان بيكمل عليها، فهي بتقول له عليا وعلى اعدائي، هو دوت المجرم اللي بيغش في الاكل والشراب. يا بنت الفتانه، انا كده ما بقتش مديونه لك، انت دلوقتي هتكون واحد من المغامرين. بتكلم موظفه الاستقبال وبتقول لها انا دلوقتي سلمت المجرم المطلوب، يلا اديني ال 5000 عمله ذهبيه. فبتقول لها منين عايزه تخليه مغامر ومنين عايزه تستلم الجايزه اللي عليه، اختاري حل، هل هتسلميه كمجرم ولا توصي عليه؟ فبتوافق ان هي توصي عليه. بتكمل كلامها وبتقول له يلا حط ايدك علشان نشوف مستواك، بس قبلها بتعرفوا بالمستويات. اولا المستوى المنخفض هو لقب المغامرين الحديديين، وبعدها الفضيه للذهب، والقبل الاخير هو المقدس، ومن يتربص على القمه هو الارجواني. لو على القوه فانا متاكد ان مفيش حد اقوى مني، انا دلوقتي هكون من الرتبه الارجوانيه. وساعتها واحد بشعر احمر بيجي لاليس وبيقول لها فعلا انت اصدقائك كلهم مثيرين للاهتمام، يلا يا بطل ورينا همتك. وفجاه في شخص تاني بشعر اصفر بيجي وبيكون متحطم تماما لانه افتكر ان هي اتجوزت. على طول بيروح لها وبيقول لها انا اتقدمت لك اكتر من مره، لكن الاجابه كانت واحده، انت ايه اللي بيخليك ترفضيني؟ فهي بتقول انا عارفه ان نص القريه بتحبك بس انا مش مهتمه بيك. فهو بيقول لها طب ايه اللي عايبني؟ ده انا ابني كنت معايا فلوس ملهاش اول من اخر، ولا اوعي تكوني بتحبي الشخص اللي جنبك دوت. فهي بتقول له ولا بطيئه، ده انا جايباه بس معايا شفقه. فهو الجلاله بتاخده وبيقول للمرلين انا بتحداك، والمنتصر في النزال هياخد اليس، فاكرينها بضاعه. النزال بيبدا، الاصفر بيهجم على صاحبنا، فدوت بيديله قلم بيطوحه وبيلزقه في السقف حرفيا، ودوت اللي بيسيب الكل في حاله صدمه لان الواد اللي هزمه دوت واحد من اقوى المغامرين في النقابه. وساعتها في شخص عملاق بيظهر من ورا الخرنج وشكله قوي جدا، اللي بيقول له فسح انا عايز اعدي، ما النقابه واسعه، اشمعنى عايز تعدي من الطريق دوت؟ فاليس على طول بتشده وبتقول له تفضل يا سعاده البيه، وبيقول لها انت ايه اللي خلاك تعملي كده؟ فبتعرفوا بقى ان الشخص دوت من اقوى الاشخاص في العالم بالكامل، حضوره لوحده اصلا بيكون كفيل ان هو يخدع اقوى الاعداء. والشخص دوت بيكون جاي للنقابه لنفس السبب، بيروح يحط ايده على البله وروب بوم، طاقه مهوله بتغطي المكان بالكامل، وبيظهر المستوى المقدس، وفي لحظتها بياخد الرخصه والكل بيكون في حاله دهشه. مرلين بيقول له فردت عضلاتك زي ما انت عايز، يلا فسح بقى علشان الملك هيحط ايده بذات نفسه. بيحط ايده فعلا على البله وبيبدا بقى يفكر ازاي الكل هيفضل يمدح فيه اول لما يشوفوا قوته، ولكن هنا كانت الصدمه، صاحبنا مش في جسمه ذره منى واحده، وبالتالي كده انت ما ينفعش تكون مغامر. النقابه بالكامل اتقلبت لمسخره، وماسكينه شطف ومسح وتنشيف، يعني مش راحمينه نهائي. اخيرا هو بيتكلم وبيقول لهم انتوا مستغربين من ايه؟ انا فعلا مش في جسمي اي ذره منى، لكن قوتي الجسديه لا يعلى عليها. واليس بتشهد له بنفس الكلام، لان اي خصم بيقف قدامه كان بيتهزم بضربه واحده منه، لكن بما ان مفيش اثبات كده ما ينفعش ان هو يكون مغامر. وبيفضلوا يسخروا من هو، بيقول لهم يا اولاد الهرمه ده انا ملك الشياطين، ما ينفعش تتكلموا معايا بالطريقه ديت، وعلشان اثبت لكم لنقوا واحد يلا استدعوا زعيم النقابه وانا هتحدى بذات نفسي. بالفعل الزعيم بيظهر وبيبدا يعرفه بنفسه ان هو كمان من الرتبه الاسطوريه، يعني اقوى من المغامرين الارجوانيين بذات نفسهم. فبيقول له ما تنفخاش في حق نفسك قوي كده، تعالى واجهني. بيروحوا لساحه المعركه والزعيم عمال يفنيخ في حق نفسه، يا عجوز ده انت رغاي قوي، وبيدوا له ضربه واحده ودي كانت اكتر من كفايه ان هي تهزمه وتدمر ساحه المعركه بالكامل. المغامرين بيكونوا فاكرين ان الهجوم دوت من الزعيم، بس بعد ما بينكشح الضباب مرلين بيظهر وبيقول لهم انا هو المنتصر، والزعيم بياكد انتصاره. وبكده صاحبنا بقى واحد من المغامرين، وعلى الرغم ان هو هزم زعيم النقابه بذات نفسه ولكن تم تسجيله كواحد من المغامرين الحديديين، يعني اقل رتبه. البنت بتهون عليه في دوت، بيقول لها جهزي ايتها العبد عديمه الفايده، لاننا هناخد اكتر من 100 مهمه في اليوم علشان نقدر اللي احنا نسد ديوننا، وعلشان اكون صريح معاكي انا ناوي استعبدك، يعني هتشتغلي وانا اللي اخد الفلوس. البنت بتقول له غور من وشي يرحم امك. مرلين بيمشي وفي الطريق بيكون جعان بس مش معاه فلوس، وبالتالي بيروح يقتحم بيت البنت الغلبانه. هي بتحس بيه وبتحاول تعمل معاه اي حاجه بس بدون اي فايده. هو بيقول لها يا اليس يا حبيبه قلبي انا مفيش اي مكان اعيش فيه، وعلشان كده انا هعيش معاكي وفي المقابل هحميكي، بس مش هيكون مجاني لانك هتديني 1000 عمله ذهبيه في الشهر. فبتطرده. هو بيقوم وبيفضل يخبط على الباب وبيقول لها خدتيني عظم ورميتيني اللحم، ايه اللي بيخليكي تعملي فيا كده؟ طبعا بسبب الدوشه اللي هو عملها بتدخله غصب عنها لانها مش عايزه تجذب الانتباه، على طول بتسحب السيف بتاعها وبتفضل تهاجم عليه، فبيتصدى ليها بكل سهوله. والبجح بيطلع على الاوضه الوحيده اللي موجوده في الشقه وبيقرر ان هو ينام على السرير. هي بتحاول تحترض فهو بيكلفتها بالبطانيه وبيلقى عليها احدى التعويذ وبيخليها تنام على الارض وهو بينام على السرير زي الباشا. وفي صباح اليوم التالي بنشوفه في النقابه وظهرها وجعها جدا بسبب النوم على الارض، اما هو بقى بيجي ولا كانه في اي حاجه. الواد الاصفر ابن الكونتي اللي بالمناسبه بيكون اسمه ارنولد اول لما بيظهر بيلاقي اليس واقفه جنب مرلين، فقلبه بيتكسر للمره
المره 775، ولذلك بيتحدى ميرلين للمره الثانيه، والمره دي مش هتكون مبارزه، المره ديت هنشوف مين فينا هيقدر ان هو يصطاد زومبي اكتر من الثاني، لان في الاوان الاخيره ظهر عدد لا يحصى من الزومبي في مدينه ديانا. احنا هنروح لهناك وهنشوف مين فينا هيقدر ان هو يقتل اكتر من الثاني. فبيوافق الصراحه علشان المكافاه كبيره. بيقول للموظفه انا هاخد المهمه ديت، فهي بتعرف ان هو من الرتبه الحديديه، يعني ما ينفعش ان هو ياخد مهمه بالخطوره ديت. فبيشغل دماغه وبيقول لاليس تعالي معايا، فهي بترفض. الاصفر بيستغل الوضع وبيقول لها اليس انا ضمك كل انضم لينا انت كمان. فبتوافق علشان تضايقه، هو بيقول لها انت الخسرانه وبتسيبه وبتمشي. هو بقى بيبص على المغامرين علشان ياخد اي حد معاه للمقاطعه، فما بيلاقيش قدامه غير له السكران بيستخدم عليه السحر، وبيقول للموظفه انا هاخد انا وميرلين المهمه ديت. فبتوافق والاثنين بيتحركوا. اول لما لو بيفوق بيكون عمال يصرخ وما بيكونش فاكر اي حاجه ولا عارف هم رايحين فين. فالواد بيعرفه على الفوله واللي فيها، فبيقول له انا ساحر من الرتبه المنخفضه وانت مغامر من الرتبه الحديديه، يعني احنا كده رايحين لقبورنا بنفسنا. فبيقول له لا تقلق كله تحت الكنتريلا، انا قوي بطريقه ليست بعاديه ابدا. فبيقول له انت لو جريت وراك بطه مش هتعرف تعمل اي حاجه. وبينما هم يتحدثون بيظهر فرسان الروز اللي وجهتهم برضه هي قاره مديانا، وبيكون معاهم بنت الدوق اللي بيحموها. الشبطه بيقول لهم خدوني معاكم ارجوكم، لكن القائد بيرفض وبيعرفهم ان بنت الدوق مش بتقدر ان هي تمشي على رجليها. ميرلين بيقول له بكل بجاحه هي مشلوله ولا ايه، ودوت اللي بيضايقه جدا بيحاول يضربه بالكرباج، بس دوت بيمسكه وبيجيبه على الارض في لمح البصر، وشكل كده ان المعركه هتكون ما بينهم نار شرار يا صديقي. ولكن وفجاه قطيع من وحيد القرن المشتعلين بيتجهوا ناحيتهم، فالفرسان بيروحوا علشان يحموا سيدتهم. صاحبنا بيكون حاسس ان في حاجه غريبه بس ما بيديش للموضوع اي اهميه، وبيتعامل مع القائد بتاعهم بصبع واحد وبيخوفهم وبيخليهم يهربوا، دوت اللي بيسيب الكل في حاله صدمه. لسه بيكونوا يستفسروا منه على اللي هو عمله، ولكن بنت الكونت بتخرج سيليستيا اللي ما بيكونش فيها اي حاجه، بتروح لميرلين وبتقول له انا عايزك تكون واحد من الحراس بتوعي، وفي المقابل انا هديك 10,000 عمله ذهبيه. لا المبلغ دوت صغير جدا، طب انت عايز كام يعني؟ فبيقول لها مبلغ بسيط جدا، وهو 666 تريليار وما اعرفش كام فكه كده. فهي بتسيبه وبتمشي، والغريب ان هو بيكون مستغرب هي رفضت ليه. وبنعرف بقى ان سيليستيا واخده نفس المهمه اللي صاحبنا واخدها، وهي كانت عايزه تعينه علشان تخلص المهمه قبل ابن الكونت الاصفر، وكمان علشان تبهر ابوها، وبكده هو هيتكل عليها في المهمات الصعبه. نروح بقى الارنولد اللي بيكون قاعد جنب اليسو في كميه انشكاح، ولكن هي ما بتكونش طايقاه وبتقول له ابعد عني يخرب بيت امك كفايه لزق بقى. فبقول لها انا مش عارف انت بتكرهيني ليه كده، ده انا بعمل كل حاجه علشان انت ترضي. فهي بتقول له انا مش بحبك، انا مش بحبك، افهم بقى، الشخص الوحيد اللي انا بحبه هو شبح الليل، اقوى شخص في المملكه بالكامل. كل اللي بيكون وسطهم اخيرا بيتكلم وبيقول لها اقوى واحد في المملكه، ها ما تخلينيش اضحك، كلنا عارفين ان في العالم دوت في 4 ابطال، ودول اقوى اشخاص عرفتهم البشريه، واول واحد فيهم هي قاتله التنانين كورونا، وديت اللي احنا شفناها قبل كده، وبعدها التوأم سوي وجوي الصحراء، واخيرا برنات قاتل التنانين اقوى واحد في الابطال ال4. فلو واجهوا شبح الليل اللي انت بتتكلمي عليه دوت مش هياخد في ايدهم غلوه. فدي بتفضل تصرخ فيه وبتقول له انت ما تعرفش قوته، وبيكونوا عمالين يتخانقوا. في تلك الاثناء قطيع من وحيد القرن المشتعل بيكون خلاص قرب يدمر العربيه اللي هم راكبينها، لكن سرعان ما بلود نزل يتعامل معاهم كلهم بضربه واحده. اوبا شكل كده ان الشخص دوت فعلا هيولع نار. وبعد شويه بيوصلوا للمدفن اللي بيظهر فيه الزومبي، وهناك بيلاقوا ميرلين قاعد ومستنيهم، وبيقول لهم على فكره انتوا اتاخرتوا جدا، وبيفضل يسف على اليس كالعاده يعني. فهي بتضربه على دماغه وبتقول له حياتي العاطفيه كلها تتحدد من النهارده، فيعني ما بتكونش عارفه تقول ايه. ارنولد بيقول للميرلين سيبنا بقى من العبثيه ديت ونخش في الجد. مقبره رئيس الوزراء السابق للمملكه صحيح، وعلى فكره هو من المستوى المقدس وبقوته السحريه بس كفيل ان هو يستدعى جنود لا حصر لها. وانا بقول لك كده علشان انا عايزك تهرب من المكان، لان واحد ضعيف زيك اكيد مش يقدر ان هو يتعامل مع التهديد دوت. نسيبهم بقى ونروح لاليس اللي بيكون في الغابه، وهناك بتلمح بلود وهو بيتكلم مع احدى الاشخاص بكل احترام وبيناديه بجلالته. والنصيبه الاكبر بقى ان الشخص دوت بيناديه ببرنات. اليس اول لما بتسمع الاسم دوت بتكون في حاله صدمه، وبالغلط بتدوس على احدى الاغصان وفي صوت بيطلع. هو بيسحب سيفه وبيتجهز بقى علشان يقتل اللي سمع سره. فاليس ساعتها بتطلع واكنها سكرانه وبتقول له تعالى نرجع للبيت. وفي الخباثه بتفعل احدى التعويذ، فهو بيقول لها روحي وانا جاي وراكي. وبنعرف ان التعويذه اللي حاططها دي تعويذه التنصت. وبتفهم بقى من الكلام دوت ان الشخص اللي بيكلمه برنات دوت هو الملك السابق للمملكه الساقطه. برنات بيكمل كلامه للملك وبيقول له انا بستغل المغامرين دول علشان اعرف مكان قبر رئيس الوزراء، لان انا لازم ناخد منه المفتاح اللي هيرجع المملكه بتاعتنا، وبعدها انا هقضي عليه. ودوت لانه خانهم قبل 400 سنه. اليس بتكون سامعه الكلام ده كله وما بتكونش عارفه تعمل ايه، لانها اصلا لو راحت لميرلين وقالت له على الحقيقه اللي هي سمعتها مش هيصدقها. فبتقرر ان هي تتتبعه. هو بيخش احدى المتاهات واخيرا بيوصل للدور المنشود، ايوه اللي فيه رئيس الوزراء. فبيقول له اخرج انا عارف انك جوه. بالفعل بيظهر وبيقول
بيقول له انت ازاي لسه عايش؟ فبيعرفوا ان بقيه الابطال هم كمان عايشين، لا وكمان معانا الامير، وكل دوت بفضل السحر الاسود، ودوت اللي بيسيبه في حاله صدمه. ازاي الامير لسه عايش على الرغم ان عدى 400 سنه؟ برنارد بيقول له سلمني المفتاح وانا مش قاتلك، انا عايز استرجع المملكه لا اكثر ولا اقل. فبيقول له دوت عندها يلا. في السابق انا نصحته ان هو ما يعملش عقد مع ملك الشياطين ولكن هو رفض، وبسبب كده المملكه سقطت، فانا مش هكرر نفس الخطا مرتين. فبيقول له انا هقولها لك للمره الاخيره، هات المفتاح. فبيقول له انا قلت لك ان انا مش هديهولك، يبقى انت كده حكمت على نفسك بالاعدام. فبيقول له هات اللي عندك، وبتبدا المعركه ما بينهم اللي بتكون طاحنه بكل المقاييس، واليس بيكون هتعملها على نفسها من الرعب. نروح لميرلين اللي بيكون داخل المتاهه وما بيكونش عارف يعديها خالص، لانه كل ما بيتحرك بيرجع لنفس النقطه. فبيشغل المعفنه وبيكسر الارض وبيلاقي هناك شويه زومبي فبيقتلهم. وفي الدور اللي تحتيه سيليستيا والقائد بيكونوا عمالين يقتلوا في الزومبي اللي بيظهروا قدامهم، لكن الكتره بتغلب الشجاعه يا صديقي، والقائد بيقرر ان هو يضحي بنفسه علشان سيليستيا تهرب، لكنها بترفض، والوضع بيكون مأساوي بكل معنى الكلمه. وخلاص الاتنين تقبلوا موتهم، لكن انت فاكر ان دوت هيحصل؟ لا والله، صاحبنا بيظهر كالبطل، لكن دوت في نظر سيليستيا بس، لان ميرلين بيقول لهم عايزين حاجه، لا طب يلا سلام. فالبنت بتنادي عليه وبتقول له بكل حسره انا عارفه ان انا انانيه وعملت ده كله بس علشان اثبت نفسي لابويا، ولذلك انا لازم نستحمل كل اللي هيحصل، وبتفضل تترجاه علشان يساعدها. فهو بيقول لها بسيطه اديني فلوس وانا هساعدك، انا عايز فلوس لا اكتر ولا اقل. فهي بتقول له طب انا مش عارف ادفع لك الرقم الفلكي اللي انت طلبته مني، خلاص هاخد 10,000 بس. وبيمسك الاثنين وبيعلقهم في الحيطه وبيكمل في طريقه. ونرجع بقى للمطحنه من تاني، وهي هجمه من هنا على هجمه من هنا، والاوضاع شكلها كده متساويه تقريبا. ورئيس الوزراء بيقول له مهما تحاول مهما تعمل انت قوتك مش هتكون بنفس مستوايا، وبيستخدم لهب الجحيم وبيهجم عليه، انا هحولك لغبار. لكن هو بيتفادى كل الهجمات وبيظهر من جنبه وبيهجم عليه بهجمه مدويه، بس على اخر لحظه بيفعل احدى التعويذ وبيتصدى ليه، لا وكمان بيقدر ان هو يسيبه في بطنه، وكمان بيستدعى احدى الوحوش وبيقول له فعلا انت تستحق لقب البطل، انت من اقوى الاشخاص اللي انا واجهتهم، بس برضه نهايتك هتكون زي اللي قبلك. فبيفعل قوته وبيقول له راسك اللي انت فرحان بيها دي هتاخدها وعلقها ديكور. لسه بيكون هينقض عليه ولكن ميرلين بيتدخل وبيفضل يتكلم بكل عبط، وعلشان كده بيهجم عليه بهجمه مدمره حرفيا، لكن ده بيتصدى ليها بكل سهوله. بيتضايق اكتر فبيشحن قوته وبيهجم عليه للمره الثانيه، والمره دي ما بيتعبش نفسه حتى في صدها لانها ما بتاثرش فيه. واخيرا بيتحرك وفي غمضه عين بيكون خلع ايد الوحش. بلود بينقض عليه فبيتصدى ليه بكل سهوله وبيديله ضربه واحده بس بالسيف بيرشقه في الحيطه، وبكده المعركه اتقلبت 2 ضد 1. ورغم دوت بدون اي فائده ترجع حرفيا. أليس بتكون شايفه ده كله ما بتكونش عارفه تقف في صف مين، ميرلين ولا بلود. بتكون متردده يعني مش هتتحرك. الواد بيحس بيها وبيقول لها طالما انك مش ناويه تساعديني انا مش هقسم معاك المكافاه. طبعا بعد ما قتلهم فهي بتقول له انا مش عايزه اي حاجه من وشك. بتستكمل المعركه ومفيش بس غليان المره دي هو اللي بيقتله. الواد بيقول له انت جبت اخرك معايا وبيديله واحده بينسفه ومفتاح الجحيم بينزل في ايديه. بلود بيروح له بيقول له شكرا جدا ليك بس ارجوك اديني المفتاح وفي المقابل انا هديك 200,000 عمله ذهبيه. طبعا دوت بيقول له من العين ديت قبل العين ديت، تحب تديني الفلوس امتى؟ لسه بيكونوا هيتفقوا لان أليس بتظهر وبتقول للميرلين ما تديلوش المفتاح لان انت لو اديته له الوضع هيسوق بطريقه ليست بطبيعيه. فبيقول لها يعني انت اللي هتديني 200,000؟ فهي بتقول له هجيب لك منين المبلغ دوت؟ فبيقول لها خلاص ما اسمعش صوتك. فأليس بتعرفه ان الشخص دوت مات قبل 400 سنه فانت ما ينفعش تديله المفتاح لانه ناوي يعمل بيه حاجه شريره. بيكون هتكمل كلامها ولكن دوت بيهجم عليها فميرلين بيتصدى ليه، ولما بيسالوا عن سبب حمايتها فبيعرفوا ان هو عايش في بيتها فواجب عليه ان هو يحميها. فبيقولوا انا فهمت الوضع، انت كده حكمت على نفسك بالاعدام وبام قوته بتزيد بطريقه ليست بطبيعيه. ايوه ضحى بروحه علشان قوته تزيد من الضعف وبيقول له بالقوه ديت انت ملك الشياطين مش هتعرف تعمل معايا اي حاجه. فبيقول له سجوي انت فعلا قوتك زادت بس انت برضه لسه ضعيف. فبيقول له ما تستهزأش بيا وبيتحرك بسرعه خارقه لدرجه ان هو بيبان اكتر من نسخه، بس دوت ما كانش ليه اي فايده قدام ملك الشياطين اللي بيقتله. بعدها بيقول لي أليس المفتاح دوت بيساوي 200,000 تعالي نروح نبيعه انا وانتي. بس هي بتقول له ما ينفعش لازم نسلمه للمملكه. يا بنت انت عبيطه المفتاح دوت ممكن يفتح لنا كنز يعني هنعيش ملوك لبقيه حياتنا. فهي بتقول له انا جايه معاك. وهم خارجين كده ميرلين بيحس ان هو ناسي حاجه بس ما بيديش للموضوع اي اهميه وبيكمل في طريقه. وطبعا اللي ناسيهم هم سيليستيا والقائد. وشكل كده ان ليان لسه ما ماتش لانه بيظهر صديق على شكل بشري وبيكون قاعد عمال يقرا في كتب التعويذ. بعد ما اصحابنا بيخرجوا من المتاهه كل الزومبي اللي كانوا بيتقاتلوا معاهم المغامرين بيختفوا وبكده تم القضاء فعلا رسميا على التهديد والمغامرين كلهم بينسبوا الفضل لأليس. لكن دي بتقول لهم انا ما عملتش اي حاجه الفضل كله يرجع لميرلين. لكن ما حدش بيصدقها ودوت اللي بيضايقوا شويه لان برضه حتى في عالم الشياطين كان هو اللي بيقتل وبيعمل كل حاجه والفضل كله بيرجع للشيوخ ومحدش
بيديله اي انتباه، على الرغم اصلا ان الفضل بيكون راجع له. البنت اول لما بتلاحظ ان هو مكتئب شويه فبتحاول تهون عليه وبتقول له المكافاه اللي انا هاخدها هديك منها 60%. اما بقى وعلى الصعيد الاخر الثلاث ابطال بيكونوا راكعين قدام الملك وبيوصل لهم خبر برنارد مات. الاخوان التوأم بيقولوا هو دوت اللي يستاهلوا لانه ضعيف. كورونا بتحاول تدافع عنه لكن الملك بيسكتهم بحركه واحده بس من عصايته، وبيقول بما ان السر بتاعنا خلاص قربوا يكتشفوه يبقى احنا لازم نستدعي فرسان الجحيم، وبيأمر كورونا ان هي تسترجع المفتاح الثالث. فهي بتقول له سمعا وطاعا. نرجع تاني لميرلين اللي بيكون مزاجه تعدل 180 درجه لانه اتفق هو وأليس ان هو ياخد 80% وهي 20. لو بيتكلم وبيقول بما ان المملكه الساقطه لسه ما اختفتش يبقى كده في كوارث اكيد هتحصل، لكن ارلوند بيطمنه وبيعرفهم ان الملكه عندها فرسان الشوق 12 فارس من الرتبه الاسطوريه وهم هيتعاملوا مع اي مشكله تحصل في المملكه. وساعتها بينزلوا من العربيه وفي حد بيهجم عليهم فميرلين بيتصدى ليهم بيسالهم عن السبب فبيعرفوا ان هم جايين هنا علشان أليس، فبيقول لهم اتفضلوا هيت. يا خاين بتبيعني بالسهوله ديت. على طول الفرسان بيهجموا عليها لكن دي بتتصدى ليهم بكل سهوله وبتجمد منهم اول اتنين. لو والاصفر بيكونوا عايزين يتدخلوا لكن ميرلين بيقول لهم ما تقلقوش هم كده مش ند ليها، وبالفعل بتلعب بيهم الكوره وفي الاخر بتهزم القائد بتاعهم اللي بتقول له انت عايز مني ايه؟ فالقائد بيعرفها ان هو تابع لفرسان الشوق وهم كانوا جايين هنا علشان يختبروا قوتها واحنا خلصنا التحقيق يلا سلام. الجندي ده بيقول له انت هتسيبها كده فبيعرفوا ان هم جم هنا علشان يكتشفوا قوتها يمكن نحتاجها لما نواجه الابطال الاربعه. وهم في الطريق في حد بيعدي من جنبه وبيعوره في قفاه. الواد بيحس ان دوت وهم. ميرلين وأليس بيوصلوا للنقابه وبيروحوا عند موظفه الاستقبال اللي بالمناسبه بيكون اسمها لوسي وبيعرفوها ان هم عايزين المكافاه بتاعه المهمه، فهي بتديهم شوال مليان فلوس وبتعرفهم ان هم الاثنين مشكلين ثنائي فجر جدا فلازم يسجلوا دلوقتي ان هم الاثنين في نفس الفريق، لكن دول بيرفضوا رفض تام بمعنى الكلمه. انت عايزين اكون مع صاحبي دوت في نفس الفريق؟ انت عايزين اكون مع المتوحش دوت في نفس الفريق؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ لوسي بيكمل كلامها ولكنها سمعتهم اصلا وبتقول لهم انتوا الاثنين لازم تتجوزوا وبكده هتشكلوا ثنائي للابد. طبعا دول بيرفضوا الموضوع اكتر واكتر، يعني هم رافضين بعض اصلا وهم في نفس الفريق من غير ما تربطهم اي علاقه. تخيل كده لما الاثنين دول يتجوزوا. فبتقول لهم براحتكم هي ديت القواعد. صح لو انتوا الاثنين ما اتجوزتوش كده ما ينفعش انكم تاخدوا مهام مع بعض لان ديت حاجه مخالفه للقواعد. الاثنين بدون اي تردد بيوافقوا رغم ان هم اصلا مش طايقين بعض. وطبعا يا صديقي الموضوع ملوش اي علاقه بالقوانين، كل ما في الموضوع ان لوسي شايفاهم لاقين على بعض. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش. بيروحوا الاثنين طبعا مش طايقين بعض. أليس بتقول له بقول لك انت اللي هتنام النهارده على الكنبه انا اللي هنام على السرير، فبيقول لها يرضيك القمر دوت ينام على الارض؟ وبما انك هتعيش معايا في نفس البيت لازم نحافظ على نظافته، يعني مثلا انت النهارده تطبخ بكره تطبخ بعده تطبخ بعده تطبخ وانا مره اغسل وانت مره تغسل مره تاني مره تالت، حرفيا بترمي عليه كل الشغل بتاع البيت. فبيقول لها انت عايزه تستغفليني وبيسيبها وبينام وهي عماله تصيح. وتاني يوم البنت بتكون هتطق من جنبها حرفيا لان الخنزير صاحبنا فضل نايم طول الليل من غير ما يساعدها وخلاها تطبخ وتغسل وتنظف وتعمل كل حاجه في البيت حرفيا وهو نايم زي القتيل. فبيقول لها بخس عليك ده انت اكلك امبارح كان زي الزفت لدرجه اللي انا رجعته. لوسي لما بتلاحظ ان الاثنين مفيش اي فايده منهم ان هم يتعاونوا بتقول لهم في حل واحد علشان تقدروا انكم تكملوا مع بعض كفريق يعني وكده، انكم تعملوا مهمه رتبتها 3 اس وكمان المكافاه بتاعتها 10 مليون عمله ذهبيه. ميرلين عينيه بتلمع زي القناص وبيقول لها عرفيني ايه المهمه ديت دلوقتي وحالا لانه خلاص حلم ان هو قتل الوحش وكسب المكافاه ويعني حياته بقت زي الفل. لكن لوسي بتديله القضيه في الحته الفاضيه، لازم رتبتك على اقل حاجه تكون فضيه علشان نقابه المغامرين تسلمك مهمه بالخطوره ديت. فبيقول لها ما تقلقيش انا قوي جدا، بص انت عليا بس وافهمي انا لولا اللي انا مش عندي ذره ما انا كنت وريتكم اللي انا فعلا عنتيل. هي أليس طب ما تروحي معاه في المهمه دي؟ فبتقول لها ما انا مش عارف اعمل حاجه لان انا اصلا مش من المستوى المقدس. فميرلين بيقول لها لا تقلق كله تحت الكنتره اللي انا هدربك تدريب شيطاني وفي ظرف اقل من اسبوع هخلي مستواك اعلى من المقدس. بس يا أليس انت لازم تكون عارفه انك لو ارتكبت خطا واحد حياتك هتكون في خبر كان. فهي بتقول له ما تقلقش عليا وبيبدا التدريب. هي بتستخدم كل قوتها بتنقض عليه فبيتصدى ليها بكل سهوله وبيقول لها مش كفايه لازم هجماتك يكون فيها زخم اكتر. فبتحاول مره ثانيه لكن اللي بيحصل اولاني بيحصل ثاني وثالث ورابع كمان وبيقول لها بجد انت ربعكم. فبتقول له بصراحه انا قوتي ما تتقارنش بقوتك. فبيمسك الطبله بقى لنفسه يا معلم وبيقول لها فعلا انا ما حدش يتقارن بيا وعلشان تقربي من مستواي لازم توصلي لمرحله الموت. ايوه في معارك دميه لو ما هجمتيش عليا الان هتكوني في
الخبر كان، فبتبعد عنه وبتستخدم عاصفة الجليد وبتهجم عليه، لكنه ما بيحصلوش اي حاجة. البنت ما بتستسلمش وبتنقض عليه بكل قوتها، فبيصد الهجوم بايده العاريتين، ودوت اللي بيسيبها في حالة صدمة، وبيقول لها بجد انت ضعيفة جدا، وبيهجم عليها. أليس بتحاول تتصدى ليه ولكن ما بتعرفش، وفي الاخر بيغموا عليها. ولما بص على ايديه لقى جرح صغير، وقال فعلا السيف ده مميز جدا لانه فعال ضد الظلال اللي زينا، بس المشكلة ان أليس ضعيفة وهي مش قادرة ان هي تخرج كل امكانياته. في وقتها لو بيجيله بيعرفوا ان في بنت مستنية بره وديت كورونا، وميرلين بيكون فاكرها واحدة من الظلال وجاية علشان تسترجع جزء من الدين، فبيحاول يزوغ هو ولو الا ان ديت بتكون بتراقبهم، وبتلاحظ ان ميرلين معاه مفتاح الجحيم، وهو دوت اللي مطلوب منها وهي لازم تسترجعه منه باي طريقة. هو بقى بيظهر له البنت ديت اللي اسمها إلينا، وديت واحدة من الظلال اللي بتعرفه ان حاكم الشهوة اوسوديوس عايز يقابله، فبقول لهم انا سبت لكم القرية بالكامل فسيبوني في حالي بقى، منا مسدد الدين اللي عليا، ده انا عايش حرفيا بالقحط والفصال، فيعني سيبوني في حالي شويه. فديت بتضربه بالقلم وبتقول له الشيوخ طلبوا منك انك تخلي بالك من منطقتك، ولكن انت على طول بتدمرها، يعني بتعمل العكس. فهو بيترجم الكلام بقى على مزاجه يا معلم، وبيقول لها هل بكده يعني ان الشيوخ عايزين يسترجعوني لا وكمان يعتذروا لي؟ فبتقول له الموضوع مش كده، لانك بعد ما مشيت ليلي مسكت مكانك وخربت الدنيا اكتر واكتر، طلع على اخوها، فكده دينك زاد اكتر واكتر. فبينجلط اكتر وبيصرخ، فبقول لها يعني انت عايز ايه مني دلوقتي؟ ايه اللي خلاك تستدعيني؟ فبتعرفه بقى يا معلم ان قارة النور بدأت ان هي تتحرك، وشكل كده ان الموضوع مش ناوي على خير. قارة نور مين دول؟ انا مش فاكر اي حاجة. فبتفكروا ان هو قتلهم اكتر من 32 مرة، فاكيد شايلين ضغين ضدك. فبيقول لها لو اقوى واحد واجهني في العالم دوت انا ههزمه بصباع رجلي الصغير. ما هو مش دوت الموضوع، المشكلة لو انتوا الاتنين اتقاتلتوا ضد بعض العالم هيتدمر. فبيفهم هي قصدها ايه وبيسيبها وبيمشي. وكورونا بتكون سمع كل كلامهم وبتتتبع ميرلين، ولما بتلاقي الفرصة المناسبة لقتله بتنقض عليه، وبتكون خلاص هتفصل راسه عن جسده، لكن دوت بالغلط بيحرك ايديه، ودي كانت اكتر من كفيله ان هي ترزعها في الشجره، يعتبر شبه ميته. بيكمل في طريقه، أليس بتظهر وبتهجم عليه، وهو بيتصدى لها وبيقول لها بقول لك ما تيجي نتجوز، فهي بتكون رافضه بس في الاخر بتوافق. بعد ما بيتجوزوا بيقول لها طبعا انت فاكر كلامي معاكي، انا مش بحبك، كل ما في الموضوع اللي انا وانت عاملين اتفاق، انت بتستغليني وانا بستغلك، ديل. وهم هناك بيعدوا على برج الفلك، لعل وعسى حد يقدر ان هو يفك الشفره اللي موجوده على مفتاح الجحيم. ديفنجي زعيمه البرج بتقول له سيبه، وبعدها بفتره تعالى عدى علينا، فبيعمل كده. وفي نفس ذلك الوقت كورونا بتروح عند تنين الصقيع وبتحرره من سباته اللي دام ل 400 سنه، وبتأمره ان هو يقتل ميرلين، وهو بقى بيكون بيكتب رساله لاخته وبيعرفها ان هو عايش حياه جامده من الاخر، وان هو كمان اقوى مغامر في العالم، بس قلبه ساعتها بيوجعه، وده بسبب ان هو بقاله فتره طويله جدا ما قتلش خصم قوي. فبيفتح سبرنت على النقابه وبيدور على اي مهمه من الراتبه اس، لكن كلهم مهام صيص. فلوسي بتقول له لو انت بتدور على مهمه من الراتبه اس، في واحد طلبكم انت وأليس بالاسم، والمهمه بتاعتكم في جبل الصقيع. ايوه في تنين اتحرر وانتوا لازم تتخلصوا منه، والمكافاه 20,000 عمله ذهبيه. لو بيحذرهم وبيقول لهم ما تقبلوش المهمه ديت، لان التنين دوت واحد من التنانين السته واسمه الصقيع، اللي نفس واحد منه كفيل ان هو يجمد قريه بالكامل. أليس بتتذكر كلام معلمتها لو لمحت اي واحد من التنانين السته دايركت على البيت، ولما بتبص على الخرنج بتلاقيه عمال يرتجف، فبتقول دي حاجه عاديه طبعا لازما يخاف، ولكن دوت اصلا بيكون في كميه حماسه، وبيقول انا لو قتلت التنين دوت اكيد الالم اللي انا حاسس بيه دوت هيخف. يلا يا زوجتي العزيزه، بيشيلها وبيفتح سبرنت على هناك. اللي في ذلك الوقت بيقول للكورونا حقيره زيك بتامرنا نعمل ايه؟ بس انا هكرمك لانك حررتيني قبل ميعادي، ولكن فكره انك بتبتز اهل القريه اللي انا عايش فيها ديت حاجه انا ما ينفعش اغفرها ليكي. فهي بتكون خايفه جدا حرفيا وبتقول له انا اسفه، بس انا اضطريت اعمل كده عشان احررك، لان الخصم المره دي قوته ليست بطبيعيه ابدا، لانه تقريبا كده نفس الشخص اللي قتل واحد من التنانين السته صديقك شالونج. هو بيسمع الكلام دوت وما بيكونش مصدقه، لان ازاي يعني بشر يقدر ان هو يقتلنا؟ فكورونا بتعرفه ان ديت الحقيقه، ولو انت عايز تتعاون معايا انا نصبت خطه علشان اوقع بيه. فبيوافق يتعاون معاها، وهي بتتنكر كواحده من اهل الصقيع. وتاني يوم أليس وميرلين بيوصلوا للقريه، وهي بتروح تستقبلهم وبتعرفهم باسمها المزيف وهو سمون. أليس بتروح تسلم عليها، لكن ديت اصلا عينيها على المفتاح اللي ما بيكونش موجود، ودوت اللي بيستفزها. بتحاول تداري بس تقريبا كده ميرلين فاسها، وبيقول لها لو انت خايفه من الفرخه اللي جوه ديت ما تقلقيش، انا هتعامل معاها بكل سهوله زي اللي قبله. بتقول لهم تعالوا معايا، وبتوديهم عند اهل القريه اللي بيكونوا بيكسروا في الجبل الجليدي دوت. أليس بتقول لهم احنا جايين هنا علشان ننفذ المهمه، فالشخص دوت بيقول لهم خدوا بعضكم وامشوا، لانكم اكيد مش هتقدروا انكم تتعاملوا مع واحد من التنانين السته. ميرلين بيقول له ليه يا عم هو ميرلين؟ فبيعرفوه ان التنين جنب القريه بتاعتهم بالكامل بنفس صغير منه. فبيقول لهم لو انتوا قصدكم على الجبل دوت فانا هدمره دلوقتي. بيتقدم ويا دوب بيلمسوا لمسه صغيره، مفيش اي حاجه بتحصل، فبيسخروا منه بيقولوا له يا ابني خد بعضك وامشي، لكن قبل ما يتحرك من مكانه الجبل بيتدمر. بصوا بقى قبل ما اقتل
الفرخه دوت انا جعان. فبيقدموا له بدون اي تردد كل ما تشتهيه الانفس، ودوت بياكل زي الصعران. بعد ما بيخلص اكل بيقول لزعيم القريه انا عايز المكافاه. فبيقول له مكافاه ايه؟ انا بنتي ما بتعرفش تكتب اصلا، فازاي عرضت مهمه زي كده؟ أليس لسه بتكون تستفسر عن الموضوع اكتر، لكن دي بتسحبها من ايديها هي وميرلين وبتوديهم على الينبوع الساخن. اما هدومهم اللي سايبينها بره بتفضل تفتش فيهم يمكن تلاقي المفتاح، بس مفيش اي فايده، ودوت اللي بيضايقها جدا لان الموضوع كده شكله هيطول شويه. ميرلين بيقول لأليس اسمعيني يا نصكم، انا اول لما اقتل الفرخه دوت هديك النواه بتاعته وبكده قوتك هتزيد من غير اي تدريب. فهي بتقول له انت بتعمل كل دوت علشان بتحبني؟ فهو بيقول لها لا، كل ما في الموضوع اللي انا هخليك تشتغلي مكاني علشان اسدد الدنيا لا اكتر ولا اقل. فبتبدا تضرب فيه وفي نفس الوقت اللعنه بتشد عليه، وفي النهايه بيغمى عليه. هي بتنزل تجيبه علشان ما يموتش وبتاخده وبتبدا ان هي ترجع للقريه، وهناك بيظهر التنين قدامهم. البنت بتتدارك الامر وبتستخدم قوتها بتهجم عليه لكنها بتزغزغه ولا ايه. وفي الدقايق ديت كانت كفيله ان هي تخلي اهل القريه يهربوا. أليس ادركت ان ديت النهايه لان التنين بيشحن قوته وبيهجم عليها، وخلاص شكلها هي ديت النهايه. بس انت فاكر ان دوت هيحصل؟ لا 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 والله. الخرنج بيفوق وبيتصدى للهجوم وبيقول يا ويحتى عليك يا أليس، ازاي انت خايفه من السحليه دوت؟ ايه ده؟ بوجي حبيبي، وبيروح يعبط فيا. انا اسف اللي انا رميتك في البحر بالغلط. بوجي مين يا عم؟ انا تنين الصقيع، مع انك شبهه. يلا للاسف انت لازم تموت. وبيتجهز بقى علشان يقتله، بس قبلها أليس بتوقفه وبتقول له ما تقتلوش هنا لان المعركه ما بينكم هتكون دميه وبكده ممكن تقتلوا اهل القريه بالغلط. فهو بيقول لها انا فهمت انت قصدك ايه، وبيمسك العصايه ديت وبيقول له يلا روح جيبها. فبيصرخ فيه بيقول له انت ما تعرفش انت بتتكلم مع مين يلا ولا ايه؟ ده انت يومك اسود. وبينقض عليه لكن كما هو متوقع بيتصدى ليه بكل سهوله وبيقول له انا بتعامل معاك بالحسنى بس شكلها كده مش نافعه، انا هستخدم السيئه. وبياخده وبيبعد من المكان. وأليس وكورونا المعركه بتدور ما بينهم. شالونج تنين الصقيع بيكون متحط عليه حطه سودا، كل ما يحاول ياخد نفسه ما بيعرفش، كل ما بيحاول يهجم عليه ما فيش اي حاجه بتصيبه. ودوت اللي هيجننه ازاي السحر بتاعه مش نافع ضده. بيستخدم نفس الجليد يمكن يجلده بس ما فيش اي فايده. بيساله هو انت مين؟ فبيقول له انا ميرلين اقوى ظل في التاريخ. فبيتعرف عليه وبيقول له انت اللي قتلت صديقي يبقى انت لازم تموت. فبيقول له انت لو قصدك على بوجي فانا ما قتلتوش، ده انا وهو اصدقاء. فبيقول له انا مش هصدقك وبيفعل قوته. فدوت بينبسط وبيقول له هات اللي عندك. نرجع عند أليس وكورونا وهي بتسالها انت بتعملي كده ليه؟ فبتظهر بهيئتها الاصليه وبتقول لها انا جايه هنا علشان اخد المفتاح، وبدون اي مقدمات بتستخدم عليها سحرها وبتحبسها في ظلام قاتم. وبيتهجم على أليس من كل النواحي، ولكن هنا كانت الصدمه بالنسبه لكورونا لانها بتقدر ان هي تكسر تعويذتها. شكلي كده اللي انا قللت منك زياده عن اللزوم. وبتتحرك بسرعه خارقه وفي غمضه عين بتكون جنبها بتديها رجل بتلزقها في الحيطه وبتكون عايزه تقتلها. فزو بيظهر وبيقول لها ما تقتلهاش الملك عايزها. فبتسلمها له وبتروح عند ميرلين وبتراقب المعركه ومستنيه اي لحظه ضعف علشان تنقض عليه. وفعلا بتلاقي الفرصه المناسبه، ايوه لما قلبه بيشد عليه وبوم بتديله رجل بتلزقه في الحيطه وبتقول للتنين الصقيع يلا اديله القضيه. بس العكس هو اللي بيحصل ودوت لانها اتدخلت في معركته. ميرلين بيقول له بجد انت عجبتني يلا، وعلشان كده انا هخليك الحصان بتاعي. فدوت بيتضايق جدا وبيبدا يجمع طاقته. ميرلين بيقول له انا مش قلت لك ان السحر ما بينفعش ضدي؟ فبيقول له المره دي غير. وبعد ما بيتم شحن الطاقه بينقض عليه. المشكله انكم ما بتدركوش انتوا بتتعاملوا مع مين غير بعد فوات الاوان. بيسحب سيفه وبضربه واحده بيقدر ان هو يقتله. وبعد ما عمل كده حس براحه، اللعنه هديت شويه. بيتحرك بقى علشان يشوف عديمه الفايده فين. وفي تلك الاثناء يا صديقي كورونا بتروح عند جثه التنين وبتطلع النواه بتاعته وبتاكلها، وعلى طول كل الجروح اللي في جسدها بدات ان هي تخف وقوتها بتزيد جدا. بتكون تقريبا كده اتحولت لنص تنين. على طول بتروح لميرلين وبتفرد عضلاتها عليه. فبيقول لها يا بنت هو انت كنت بترضعي زباله وانت صغيره؟ ايه الغباء دوت؟ ما ينفعش تبلعي نواه تنين كده، لازم تهضميها الاول علشان تكتسبي قوتها، كده في احتمال كبير جدا انك تموتي. البنت بتكون فاكره ان هو بيخوفها فبتستخدم قوتها وبتفضل تهجم عليه. فبيتصدى الهجمه بكل سهوله. كورونا بتستخدم احدى تقنياتها وبتقدر ان هي تثبته في مكانه. خلاص انت كده في اعداد الموتى. فبيقول لها زن ده وبيشيلها وبيرزعها على الارض، على الرغم ان كورونا عارفه ان مفيش اي فرصه في انتصارها بس بالكابر. وبتطير وبتستخدم نفس تقنيه شالونج. فبيضحك وبيقول لها هو استخدمها وما اثرتش، انت هتستخدميها وهتاثر يعني؟ ولا لي كملي. بتكمل وبتقدر ان هي تجمد المنطقه بالكامل. بتكون مبسوطه اكيد يعني القوه بتاعتي دي اتجمدت. ولما بتبص عليه بتلاقيه بس يا صديقي بيحدث من البرد لا اكتر ولا اقل.
بطل. بتحترف بقوته وبتقول له بسبب اهمالك انت خسرت حاجات كتيره جدا، اولهم اليس وثانيا اهل القريه اللي اكيد ماتوا من البرد. ميرلين بعد ما سمع الكلام دوت يا صديقي كان في حاله صدمه، وكل اللي شاغل باله هي اليس، وبيبدا يتذكر كل لحظاته معاها الوحشه الحلوه كل حرفيا. وللمره الاولى بنشوفه متضايق جدا، وهو المره دي اللي بيبادر بالهجوم وبيخلص عليها في ثانيه الا ثانيه. بس بما ان زو واحد من الابطال اكيد الجليد دوت مش هيأثر فيه، بيحرر نفسه وبيفتح بوابه علشان يرجع. بيخش فعلا بس ايديه لسه ما بيكونش دخلت، فميرلين بيقطعها. يمكن يقدر يمنعه بس للاسف ما بيقدرش. زو بيرجع للملك بالتقرير وبيعرفوا ان الشخص اللي هم بيتعاملوا معاه دوت خطير جدا، لان قتل تنين الصقيع وكمان قتل كورونا. الملك بيقول له يعني انت قصدك ان استرجاع المفتاح هيكون صعب للدرجه ديت؟ فبيقول له ايوه، لان الشخص دوت قوي جدا. يعني ايه مش هنعرف نتعامل معاه؟ فبيقول له امال انا جبت البنت ديت معايا ليه اصلا؟ الشخص دوت اكيد هيجي علشان ينقذها، وبكده ايديه تحت درسنا يعني هنساومه وفي الاخر هناخد منه المفتاح. ايوه كده شغل دماغك يا عم زو. اليس لما بتفوق بتلاقي نفسها محبوسه في زنزانه ومعاها البنت الصغيره ديت اللي بتكون خايفه جدا من سوي. اليس هي كمان بتكون خايفه، بس سرعان ما بتستدعي السيف دوت وبتقدر ان هي تطعنه، بس دوت ولكنه حس باي وجع وبيطلع سيفه وبيرشق اليس في الحيطه. وبعدها راح للبنت الصغيره وعورها في ايديها وفضل يشرب في دمها. والغريب ان هو مستغرب ليه البنت عماله تعيط، وشكل كده ان هو سايكوباتي وسادي ومازوخي. بعد ما بيخلص وجبته بيسيبهم وبيمشي. والبنت الصغيره ديت تم احتجازها لانها من الالف، وفي اسطوره بتقول ان لو البشر شربوا دم الالف كده عمرهم هيزيد، ولذلك بيتم اختطافنا وبنتحول لاكياس دم. فاليس بتطمنها وبتقولها انا متاكده ان صديقها هيجي ينقذنا. دافنشي بقى وفي تلك الاثناء بتكون بتفحص مفتاح الهويه، واول لما بتعمل كده بتشوف حاجات غريبه جدا، وفي الاخر بيتم السيطره عليها. ميرلين بيجي لهم وبيصرخ بكلمه واحده انا عايز المفتاح، بس قبل ما ياخده بيفوق دافنشي وبتقول له قبل ما اسلمه لك انت لازم تعرف ان المفتاح دوت هيفتح عالم الجحيم، يعني هيخرج منه وحوش وزومبي وكائنات لا حصر لها. فبيقول انا لازم ناخد المفتاح دوت واسوم بيه الاعداء علشان اقدر ان انا استرجع اليس. بتكون رافضه فبيطمنها وبيقول لها مهما كانت قوه العدو اللي قدامي مصيره واحد وهو الموت. بتقتنع وبتسلمه المفتاح، بس هنا المشكله يا عزيزي لانه مش عارف اصلا مقر العدو، وبكده ممكن يضطر ان هو يرجع لقاره الظلام علشان يجمع المعلومات من هناك. بس بيكون رافض الفكره تماما لانه عارف لو رجع هيتم التنمر عليه من تاني. في لحظتها بيقولوا له اللوندو بيقولوا له احنا حددنا مكانها، بياخد العنوان وبيتحرك على هناك، وما بيكونش عارف هو ايه اللي بيخليه يعمل كده، مشاعره متلخبطه. نسبه واحنا بقى ونروح لفرسان الشوق اللي بيكونوا حددوا المكان برضه هم كمان ووصلوا خلاص، وسبب وجودهم هناك هو امر من الملكه. وكمان يعني ما ينفعش ان نايب بليد اللي هو يعني شبح الليل اللي هو ما بين قوسين ميرلين يخطف الاضواء والكل بيعتبره بطل. وكمان في شويه اشاعات بتقول ان اميره الالف مخطوفه، فلو قدرنا نسترجعها كده المعامله ما بين المملكتين هتكون كويسه جدا. وفجاه زو ظهر قدامهم وبدون اي مقدمات هجم عليهم، فالقائد تصدى ليه وكمان رجعها له. زو بيقول له شكل كده اللي انا استهزأت بيك، بيزود من قوته وبينقض عليه، لكن برضه بيقدر ان هو يتصدى ليه. في الاخر بيضطر ان هو يستخدم قوته الكامله وبيصنع نسخ من جسده، وكده المعركه جيش ضد جيش. ولكن اللي بيحصل اولاني بيحصل تاني، ودوب بسبب قوه القائد العاتيه. بعد ما زو جاب على الارض القائد بياخد بعضه وبيمشي لانه افتكر ان هو اتهزم، لكن دوب بيقوم وبيستدعى اخوه والاتنين بيوحدوا قوتهم مع بعض وبيهجموا هجمه مدويه حرفيا بتفشخ الجيش بالكامل، وما بيبقاش بس غير جندي واحد، الاتنين بيروحوا عنده وبيفضلوا يدمروا في نفسيته لحد ما الواد خلاص يتجنن. فبيقولوا كفايه لحد كده وبيتجهزوا بقى علشان يقتلوه، بس ميرلين على اخر لحظه بيظهر وبيقول لهم ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه. زو بيكون عايز يخوفه بالكلام، قام دوت ساله عن مكان اليس، فبيندمج مع اخوه بيقول له في الجحيم انا هبعتك ليها دلوقتي، وبيهجموا عليه بنفس الهجوم اللي دمر جيش الشوق. بس دوت ميرلين يا باشا بيدمر الهجوم وبيجيب الاتنين على الارض، وبكلامه الشيطاني بيوقعهم في بعض وبيخلي السايكوباتي يطعن زو، وبيكمل وبيقول انا كان نفسي في اليوم دوت من بدري ايها الاخ العاق. هو انت ايه اللي بيخليك تستقلني على الرغم اصلا انك بترمي كل الشغل عليا؟ مش انا اللي عديم الفايده، انت اللي عديم الفايده. وبيقتله. ميرلين بيقول له انت قتلت اخوك، طب يلا حصله بقى. هو كمان الملك بقى وفي تلك الاثناء بيعرف ان الاخوه ماتوا، فما بيديش للموضوع اي اهميه لان المفتاح الثالث جاله برجليه لغايه عنده، وبما انه معاه هنا كده هيقدر ان هو يحصل على المفتاح بكل سهوله. اليس ساعتها هي والبنت الصغيره بيكونوا خرجوا من الزنزانه بيحاولوا يهربوا، بس المكان حرفيا متعبي من الزومبي اللي محاوطين كل المكان. البنت بتستخدم قوتها وبتقتل عدد لا يحصى منهم، ولكن النتيجه كانت واحده مفيش اي فايده، اكنهم ما بينقصوش. الملك بيضحك وبيقول لها مهما تعملي مش هتعرفي تخرجي من هنا، فبتقول له رغم دوت
انا مش هستسلم، وبتنزل ردم فحت فشخ تلطيم عقبال لما بتصحكهم كلهم، وما بيبقاش بس غير الملك اللي بيضحك ضحك هستيري. انا اخيرا قعدت على العرش بعد اكتر من 500 سنه من الحروب والاستراتيجيات. أليس بتقول له انت لو ما استسلمتش هقتلك، لان انا اكتشفت من كلامك انك شخص سادي بيستمتع بتعذيب الاخرين، وبكده انت ما ينفعش تكون ملك. فبيقول لها الوقت قد فات، لان انا خلاص ناقص لي مفتاح واحد وسيطر على العالم بالكامل. بيستخدم السحر الاسود وبيتحكم في الزومبي وبيخليهم يهجموا عليها. البنت بتحاول تتصدى ليهم ولكن بدون اي فايده لان عددهم كتير. وخلاص قالت انها ميته، ولكن يا صديقي طبعا ميرلين بيتدخل نفس السيناريو اللي بيحصل كل مره، يعني كميه عشوائيه في الانمي ديت مش طبيعيه. الكاتب بيكتب اللي بيجي في دماغه من غير ما يفكر، وبما انه انقذها بس اتاخر شويه بتفضل ان هي تشتم فيه. الملك بيحاول يخوفهم وبيستخدم السحر الاسود وبيتحكم في الزومبي وبيقول لهم يلا قتلوهم، بس قبل ما يتحركوا بيكونوا اتسحقوا بكل المقاييس. ورياكشن الملك زيه زي اللي قبله، يعني مفيش اي حاجه اتغيرت. بيلملم شتته وبيستخدم السحر الاسود عايز يقوم الزومبي من تاني، لكن أليس بتمنعه المره دي وبتقدر تكسر الحاجز اللي بيحميه. لكن زي ما قال انا مش هستسلم بعد ما وصلت للمرحله ديت. بيقوم وبيفضل يهجم عليها باللعب الاسود، فبتتصدى ليه يا اما بتتفاداه وبتفضل تجرح فيه مره يمين مره شمال، وفي الاخر بتديله واحده بتجيبه على الارض وبتقول له سلم نفسك. للاسف مفيش اي حاجه من ديت تحصل، وبيكتف البنت الصغيره أليس بتتشتت فبيجرحها في رقبتها. ايوه سممها. الملك بيكون فاكر ان كده هيقدر ان هو يضغط على ميرلين، ولكن دوت اصلا ما بيكونش معاه، وعمال يقول يا غبيه يا نصكم يا عديمه الفايده يا بطله مالكيش اي 60 لازمه. الامير بيقول لهم مفيش اي وقت للهو، لو ما تعاملتوش مع السم بسرعه هتموت، ولو عايزين الترياق سلمني المفتاح اللي معاك يا اما انت عارف ايه اللي هيحصل لها. ميرلين بيساله لما مفاتيح الجحيم يتجمعوا ايه اللي هيحصل. هيتم فتح بوابه الجحيم وبكده انا هكتسب جيش بقوه عاتيه وبيها انا هقدر ان انا اسيطر على العالم. فبيرميه على الارض وبيقول له تعالى خده ايها الكلب، وبالفعل بيسيب أليس من ايديه وبيجري على المفتاح زي الكلب. وميرلين ما بيديش للموضوع اي اهميه وبيروح يعالج البنت، وبدل ما تشكره يا عزيزي بتشتمه وبتفضل تلعن فيه، وكمان بتطلب منه ان هو يحرر البنت الصغيره فبيسمع كلامها. وبعد ما بيحررها الملك قصد الصرصار بيحط الاربع مفاتيح في مكانهم وبيقول شويه طلاسم كده وما هي الا ثواني معدوده وبتظهر بوابه الجحيم، ولما بينفتح بيخرج منه هاله مشؤومه اللي مش بالقوه المطلوبه بيغموا عليه. الرعد بيرعد، النطره بتنطر، المناخ اتغير 180 درجه، وجيش الجحيم بيبدا ان هو يخرج، والامير خلاص حلم ان هو بقى المسيطر على العالم. لكن ميرلين كان عنده راي تاني خالص، لانه بيقول انا بقالي 100 سنه ما استخدمتش قوتي الكامله، وبيحرر 100% من قوته اللي بتملى الجزيره بالكامل، وما هي الا ضربه واحده، ودي كانت اكثر من كفايه ان هي تمحو جيش الجحيم عن بكره ابيه، والمناخ بيرجع لطبيعته. بس ما بيكونش مبسوط، ده بالعكس ده عمال يعيط لان بسبب اللي هو عمله دوت ضيع من ايديه 4 مفاتيح اللي كل مفتاح فيهم سعره 200,000 عمله ذهبيه، يعني اجمالي 800. حلمي يما تدمر على ايد خرنج، مش فارقه معاه الدنيا وكل اللي فارق معاه هي الفلوس. فبيساله انت هتموت اول كده على العرش، فبيقول له انا اول لما احتل العرش كل حاجه هتكون تحت رجليا ومفيش اي كلب هيحترض اوامري. فبيقول له يا مسكين انت ما تعرفش يعني ايه واحد يحتل عرش مملكه بالكامل، يعني مسؤول عن اكتر من 5 مليون شخص، ده غير الاعمال الورقيه اللي ما بتنتهيش، وفي الاخر هتغرق في دوامه مليانه ديون ومهما تسدد فيها مش هتخلص. الملك قصد الصرصار شكله كده بعد ما سمع الكلام دوت فوت على الاخر. وفي صباح اليوم التالي بيركبوا اول عربيه وعلى طول على النقابه، وزي ما اتعودنا الاتنين طول الطريق بيفضلوا يلعنوا في بعض، لكن شكل كده ان العلاقه ما بينهم اتحسنت جدا، وبسبب صوتهم العالي شيري بتصحى. واول سؤال بتساله لأليس هو دوت حبيبك اللي انت كلمتيني عنه مش كده؟ ميرلين اول لما بيسمع الكلمه دي بيكون مبسوط بس ما بيبينش، لسه بتكون هتكمل ولكن دي بتغير الموضوع، وبعد مشوار طويل جدا اخيرا بيوصلوا للنقابه، ولما بينزلوا شيري بتطلب من الاثنين ان هم يوصلوها لمملكه الالف، وفي المقابل هتديهم مكافاه. الاثنين بيكونوا رافضين لان كام يعني مصروفها، فبتعرفهم ان هي اميره ومصروفها الشهري 10 مليون عمله ذهبيه. الاثنين بيتسمروا مكانهم، ده اللي هو ازاي يعني، وعلى طول بيوافقوا. الخرونج كان مبسوط جدا لان ديت افضل لحظات في حياته بالكامل. لو بتحب التفكير والاستراتيجيات والضغوطات والخيانه والرهانات والمقالب وما الى ذلك اتفرج على الانمي دوت، انسب اختيار ليك لانه هيديك جرعه دوبامين ملهاش اول من اخر. ما تنساش تعمل لايك واشتراك واستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوبوا اليه. يلا سلام.